بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تعالوا نشاهد ماذا قال الحبيب الجفري عن ياسين التهامي وبماذا وصفه، وتعالوا نسمع ماذا يقول وماذا ينشد التهامي، ثم ننظر هل أصاب الحبيب الجفري أم لا. شيخ ياسين خلصت خلص. شيخ ياسين التهامي يعني أخونا وحبيبنا وله التحية نوجهها من خلالك أستاذ محمد، يعني علامة من علامات مصر اليوم، يعني نجم من نجوم مصر. إذا عدت أهرامات مصر هو واحد منها في المديح، واحد من الأهرامات في مصر، لأنه أبقى على عشاق الذوق والروح معنى الصلة بالكلام الراقي، كلام الوقت راق الذي نزلت فيه الكلمات صحيح. على مستوى الإنشاد والغناء وكله. اختياره لما ينشده ابن الفارض، اختيار الحلاج، ابن الفارض العربي. والحلاج وبتجد ابن عربي، ناس بسطاء جدا، ناس يرددوا بسطاء هذا مش الكلام فاهمين حاجة، رغم عمق معانيه. يرددوا الكلام رغم عمق واحد من معانيه، الشباب الملحدين على مناسبة ذكره بيسمع له قال لي أنا الملحدين. ملحد بص، إلا في ليلة الشيخ ياسين. الشيخ ياسين يا سلام، شوف أنا مرحبا بالملحدين. بيقولوا أنا ملحد إلا في ليلة الشيخ. طبعا الشيخ ياسين بيغني لابن الفارض وبيغني ل طب هنشوف كده. يعني سنعلق على هذا الكلام. فيك أحيا أنا إن قلت. انتبه إلى كيف يقطع البيت لكي يجعلك تتلهى عن المعنى. أنا فيك أحيا منذ، هو أنا فيك أحيا منذ بدئك كان، هو يكملها بس قطعها كده عشان إيه؟ يلهيك عن أنا فيك أحيا منذ، وبعدين يقول لك بدئك كان. شوف يعني هنشوف إيه القصة. أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. كثير ممن يسمعون ياسين التهامي يعني يعجبون بالصوت وبالطرب وبالموسيقى وبالأنغام، لكن في الحقيقة كثير منهم لا يفهم ماذا يقول الرجل. هو يغني أشعار كما قال الحبيب الجفري، أشعار ابن الفارض وابن العربي، ابن عربي، وأشعار الحلاج وغيرهم. وما أدراك من هؤلاء؟ هؤلاء هم أصحاب نظريات كفرية شركية حكم عليهم أئمة المسلمين في زمانهم
بالكفر، ويعني نفذوا فيهم أحكام القتل ردة وكفرا. وللأسف الشديد لا يزال عدد كبير من المسلمين المتصوفة يحتفلون بهم ويفرحون بكلامهم وينشدون أشعارهم التي يلتبس فيها الإيمان بالكفر والشرك بالتوحيد والكلام الباطل. ومنهم من يتأول لهم ويقول لا يقصدون الكفر ولا يقصدون الشرك، وهؤلاء يعني سادة لهم تأويلاتهم ولهم يعني نورانياتهم ولهم. وهذا التأويل حينما ننظر فيه سنجد فيه إساءة أدب مع الله. ماذا ينشد ياسين التهامي لابن الفارض وغيره؟ ماذا ينشد لابن العربي الذي يقول عن نفسه ما في الجبة إلا الله ويشير إلى نفسه؟ وعن الحلاج الذي يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، يعني هو الله، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، إلى آخر كلام الكفر الشركي الذي يدل على اعتقاد الاتحاد بالله عز وجل وعقيدة وحدة الوجود، وأنه هو الله والله هو، وأن الله هو كل شيء والأشياء كلها هي من الله والله عز وجل في وحدة. أو اعتقاد ابن عربي كما تقول أنه يعتقد أن الكون كله فيض من الله وأنه كل شيء هو الله. فطبعا سمعنا هذه الأبيات وسمعنا إنشاد التهامي: يا ملهمي من أنت تعرف من أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. يعني الناس اللي بتسمع هل بتفكر في الكلام؟ أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. في ناس قاعدة فاكرة إن هو بيتكلم على واحدة ست لأن الكلام فيه عشق وحب وكده. لا يا سيدي، ده هو يخاطب الله عز وجل. أنا فيك أحيا. إيه؟ أنت فيه تحيا في الله منذ بدئه، وهل له بدء؟ أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. إيه الكلام ده؟ وكيف تتأولونه له؟ يعني تتأولوا على أي معنى؟ أنا فيك أحيا منذ بدئك كان، كل كلام شرك وكلام كفر ملخبط في بعضه، ولا شيء يفصل بيننا، أنا وإنت واحد، فغرامنا فيه اختلطنا مهجة وكيانا. المهجة الروح، والكيان يعني مهجة وكيان اللي هو الجسد وكذا، هما الاثنين مهجة وكيان واحد. غيبت عنك لفترة فعرفتني فعرفت أن لقاءنا قد حان، الحب وحدنا فصرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا. فما هذا؟ أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. خاطب من؟ خاطب الله. ما هذا الكلام؟ نصيحة لأهلينا وإخواننا وحبايبنا من الصعيد من الأرياف، الناس الطيبين اللي بيسمعوا وبيعجبوا وبيشغلوا. تروح عند بتاع العصير تشرب عصير تلاقيه مشغل لك إيه؟ ياسين التهامي، ومشغل لك مش عارف التوني، ومشغل لك محمود التهامي وفلان ومحمد التهامي وكل التهم كلهم. تروح عند بتاع أي محل
في كافيتيريا في كذا مشغل لك بتاع الايس كريم وهو ماشي مشغل ودوشة وكلام وطرب. طبعا هم يشوشون على المعاني التي يشتمل عليها هذا الشعر الباطل الكفري بالموسيقى والأنغام يعني الناس تسرح مع الطرب ولا تفهم ما يقال، أو تظن أنه يتحدث عن حبيبه ومحبوبه وكذا. وفي أحيان كثيرة يحذف ياسين التهامي الأبيات اللي فيها شرك صريح وكفر صريح وواضحة جدا، وأحيان تتفلت منه أبيات مثل هذه الأبيات: أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. لو فكرت كده هتلاقي كلام شرك، غير الأبيات اللي فيها توسل واللي فيها استغاثة بالصالحين وبالأقطاب وباللي مش أقطاب. مفيش حاجة اسمها أقطاب ومش أقطاب، كل الكلام ده باطل. لا يتحكم في الكون ولا يملك الرزق ولا الغوث ولا كذا إلا الله سبحانه وتعالى، المدد من الله تعالى وحده. فهذه يعني دعك من إن هذه الحفلات اللي فيها الآلاف المؤلفة، فيها الاختلاط الرجال والنساء، فيها الموسيقى، سيبك من الكلام ده كله، لا نتكلم عن الموسيقى ولا نتكلم عن الاختلاط ولا نتكلم عن تعاطي الحشيش والمخدرات والخمور والمسكرات في هذه الحفلات، ولا عن سيرة الشخص نفسه كاني ولا ماني ولا أي شيء من هذا، ولا الناس دي بتصلي ولا ما بتصليش ولا عارف ربنا ولا مش عارف ربنا. كل هذا مش هيك. نتكلم في أنت بتسمع إيه؟ ماذا تسمع؟ ماذا تسمع؟ هذا الكلام يعني اسمع كلام فيه ذكر لله عز وجل صحيح، في يعني أدعية نبوية، في إنشاد يعني بأدعية خالية من الشرك. اسمع القرآن خير ما تطرب به الآذان. فماذا بعد القرآن؟ أنا في رأيي تسمع الغناء على اختلاف العلماء فيه، وعلى أن الراجح عندي هو تحريمه، حتى يعني الغناء المتميع الكذا حتى لو خلا من الموسيقى، وإنه مع الآلات والموسيقى محرم. اسمع غناء المغنيين أهون من أن تسمع هذا الإنشاد الذي يشتمل على الشرك. طبعا أنا لا أدلك ولا أدعوك لسماع غناء محرم ولا موسيقى، لكن بقول لك سماع الغناء المحرم أهون من سماع إنشاد يشتمل على كلمات شركية ويدعوك إلى أن تردد ألفاظا شركية دون أن تشعر. مثل هذا الرجل ومثل هؤلاء المنشدين فتنة، لأنه دس للسم في العسل، دس للسم في العسل. كثير من الشباب وكثير من الناس يسمع ويطرب وينشد ويتراقص وكذا ويردد هذه الكلمات وهي تشتمل على ما تشتمل عليه من السم ومن الشرك ومن إفساد العقيدة وإفساد الدين. فضلا إذا خلت من أي كذا فإنه يدل على هؤلاء الزنادقة. إزاي؟ ممكن يقول لك أبيات ليس فيها شيء وأبيات جميلة حلوة، فأنت تاخد البيت يعجبك، تروح تبحث عنه تلاقيه لابن الفارض. الله، ابن الفارض ده شعره جميل قوي، وتقعد وتحب ابن الفارض. وابن الفارض دوت يدعو إلى الشرك ويدعو إلى وحدة الوجود ويدعو إلى الحلول والاتحاد ويدعو إلى كفر وزندقة. والعلماء والفقهاء في زمانه حكموا عليه بالكفر والإلحاد. ابن الفارض والحلاد وابن 70 وابن 60 وابن 80 وابن عربي، هؤلاء محكوم عليهم بالكفر من أئمة العلماء، علماء المسلمين في زمانهم. ما بالنا نعيدها جذعا، وما بالنا نعيد هذا
الفساد ونعظمه. يعني اتق الله يا جفري، اتق الله. كيف تدافع عن ابن عربي؟ وكيف تدافع؟ أنت تمدح هذا الرجل ياسين التهامي، لا تمدحه لشيء إلا لأنه يغني شعر ابن الفارض وابن عربي والحلاج يا أخي اتق الله، اتق الله. أنت تعلم ما يقول ابن الفارض وابن عربي وابن سبعين وهؤلاء الناس ماذا يقولون وماذا نشروا من الإلحاد والكفر والزندقة. فاتق الله عز وجل. تأولك لهؤلاء وتقول إنهم لا يقصدون الكفر، الذي يتغزل في الله عز وجل كما يتغزل في المرأة، هذا سوء أدب مع الله عز وجل يصل إلى حد الكفر. الذي يقول لله عز وجل أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، مهما تأولت له فهو سوء أدب يصل إلى الكفر. فماذا تتأولون لهم؟ يعني ولماذا لا نلجأ إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية الجميلة الرائقة السليمة من الشرك، اللي هي سلاسل ذهب خالصة؟ لماذا لا نلجأ إلى دعاء القرآن، دعاء الأنبياء في القرآن؟ ما الذي يحوجنا إلى كلام هؤلاء الزنادقة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، وأهيب بجميع المسلمين أن يقاطعوا سماع هؤلاء المنشدين، لأن أنت تسمع ما يضرك وما يفسدك. أنا لا أتكلم عن حكم الغناء ولا الموسيقى ولا الآلات، والعلماء على أكثرهم على تحريم هذا وبعضهم أباحها، لكن أنا أتكلم عن أنك تسمع ما فيه ما يضر قلبك وما يضر عقلك وما يفسد عقيدتك وما يفسد دينك. فانتهوا عن ذلك يرحمكم الله، واعلموا ماذا تسمعون، ولا تكونوا سببا في نشر الفساد والضلال وإفساد عقائد الناس. أقول قولي هذا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.